ركز معايا كده وتعالى نركب آلة الزمن ونبتدي حكايتنا. الإنجليز ينفوا زعيم الأمة سعد زغلول ورفاقه، ودي الشرارة لغضب بين المصريين والدنيا تقوم وما تقعدش. محتل ينفي الزعيم سعد زغلول، يا بجحتكم يا أخي. فتقوم ثورة في كل ركن في مصر، واحدة من أهم ثورات التاريخ الشعبية، وهي ثورة 1919. مظاهرات واضطرابات للطلاب والعمال والموظفين، وحدة وطنية مش مسبوقة، رجال دين مسلم ومسيحي واتحاد الهلال مع الصليب، حتى الستات خرجت وعبرت عن رأيها في مظاهرات في زمن ما كانش فيه حاجة اسمها الست تتعلم أصلا، والكل بيحارب علشان هدف واحد، الاستقلال التام أو الموت الزؤام. بس كان في محافظة الغربية حصل حدث مش عادي وانتشر في العالم كله. محامي أعلن عن قيام جمهورية زفتة بمحافظة الغربية ومستقلة عن باقي مصر المحتلة من الإنجليز، وهو رئيس عليها. ولا أقول لكم تعالوا بقى نحكي الحكاية من الأول خالص. يوسف الجندي رئيس جمهورية زفتة الأول والأخير. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. يوسف الجندي اتولد سنة 1893 وهو ابن الشيخ أحمد الجندي، واحد من أكبر تجار القطن في مصر، وكان ثائر ووطني وعنيد وما يحبش الحال الميل من يومه. وبسبب نشاطه الثوري اتفصل مرة من كليته، ولكن رجع تاني واتخرج وأخد الليسانس الحمد لله. المهم زفتة وميت غمر قريتين قريبين من بعض قوي، يدوب بيفصلهم كوبري وتحتيه طبعا النيل. يوسف الجندي واخوه عوض كانوا شابين ليهم كلمه مسموعه، وزي ما بيقولوا كده من كبارات البلد، ومعروف تاريخهم في النضال، وليهم علاقات كتير مع رجال من حزب الوفد واصحاب سعد زغلول، وحتى الزعيم سعد زغلول نفسه كان يعرفهم كويس بسبب تاريخهم في النضال. لما حصلت ثوره 1919 وسمعت في كل محافظات مصر، الفلاحين في زفتة قعدوا مستنيين ويسالوا نفسهم يا ترى يوسف الجندي هيعمل ايه؟ بس بصراحه في الريف مفيش حروب ولا قتال بين الفلاحين والإنجليز مثلا، بس لازم يكون في رد فعل قوي وثوري ليوسف الجندي وأخوه. لازم يحموا الثورة. في 18 مارس 1919 استقل يوسف الجندي ببلدة زفتة وميت غمر، وأعلن انفصالها عن المملكة المصرية والاحتلال البريطاني نهائي، وبقى اسمها جمهورية زفتة. وهو ده النظام. ليه عمل كده او هيفرق ايه يعني؟ كان عايز انه يضغط على القصر والمحتل الانجليزي علشان يفرجوا عن سعد زغلول. المهم ان اول حاجة عملها انه اعلن عن تشكيل لجنة للثورة من بعض الاعيان والافندية المتعلمين وكمان التجار الصغار، واخدوا مقر ليهم في قاعة واسعة في الدور الثاني من قهوة ملك اليوناني عجوز اسمه مقهى مستوكلي. واللجنة قررت انها اول حاجة تعملها لازم تبدأ تحط ايديها على السلطة الفعلية، ويستولوا على ايه؟ على مركز البوليس. وفعلا زحف يوسف الجندي المركز البوليس بمظاهرة كبيرة جدا، ضمت كل الرجالة والشباب الصغيرين، وشوية منهم كان معاهم بنادق كده بدائية قليلة، والأغلبية كان معاهم عصيان وفؤوس. والصراحة مأمور المركز كان راجل وطني واسمه إسماعيل حمد، ومعاه معاون بوليس اسمه أحمد جمعة. وخرج المأمور للمظاهرة وسلم يوسف المركز والسلاح كله، وكمان قيادة الجنود والخفراء، وعرض خدماته عليه، فبقى مستشار للدولة الجديدة. واتجهت المظاهرة العظيمة دي لمحطة السكة الحديد والتلغراف، وسيطروا على التلغرافات فورا، وسيطروا كمان على السكة الحديد اللي كانت واقفة مشحونة بالقمح مستنية تروح على السلطات الإنجليزية. لأول مرة المقاومة تبقى مكونة من مجرم قاطع طريق اللي هو سبع الليل وعصابته، والضابط حمد أفندي وعساكره في فريق واحد. انتوا متخيلين الوحدة الوطنية كانت عاملة ازاي؟ وده العادي على فكرة مع شعب مصر وقت الخطر.
والتاريخ شاهد. يوسف بقى عمل دولة حقيقية، كون جيش من أهل البلد والفلاحين وقفل مداخل البلد كلها، وكمان قطع السكة الحديد علشان الجنود ما يوصلوش. لجنة الثورة بقى جندت كل التلاميذ والمتعلمين الموجودين في زفتة وقسمتهم لفرق، فرقة تقوم بدوريات مستمرة علشان تحافظ على الأمن، وفرقة تراقب الحدود علشان محدش يسرب مواد التموين أو مثلا يدخل جواسيس، وفرقة تشرف على تزويد الأرض بالمية علشان الزرع ما يموتش، وفرقة تكون مسؤولة عن مطبعة كده صغيرة بيملكها محمد أفندي عجينة علشان تطبع قرارات لجنة الثورة وتعليماتها وأخبارها وتوزعها على الناس. وأخبار جمهورية زفتة طارت على القاهرة، ده مش القاهرة وبس، دي طارت للندن، ونشرت جريدة التايمز وعملت منشط إن قرية زفتة أعلنت استقلالها، ورفعت على مبنى مركز البوليس علم جديد، ويوسف الجندي لأول مرة بينتصر على العساكر الإنجليز وبيمنع دخولهم جوه زفتة. بس إنجلترا بقى ما عجبهاش اللي بيحصل ده، وكان لازم تعمل حاجة بسرعة وتخلص الموضوع ده كده بسرعة بأي طريقة، وخصوصا إن في قرى حوالين قرية زفتة وميت غمر ابتدوا يتأثروا باللي حصل ده غير كمان إن الفضيحة بقت عالمية بسبب جريدة التايمز، وبتضطر انجلترا انها تستعين بجيش استرالي، واللي بعت لهم يوسف منشور انجليزي بيقول لهم احنا بنحارب الانجليز عشان الاستقلال والعيش، وهم اجبروكوا على الحرب، يعني عدونا واحد. والنتيجة ان الاستراليين انتشروا في المكان بس، لكن ما شاركوش في القتل والحرق والاحتلال. بس الانجليز عرفوا اللي حصل من الجيش الاسترالي، فبعتوا تعليمات جديدة، وطلبت الفرقة الاسترالية تسليم 20 راجل من اهالي زفتة لجلدهم كعقاب على العصيان، اهو اي حاجة لحفظ ماء الوجه وبس. واللجنة الثورية اجتمعت علشان يشوفوا حل للأزمة دي هيعملوا ايه، وبعد مباحثات واقتراحات كتيرة اللجنة قررت تسلم 20 راجل فعلا. بس اللي اختارتهم كانوا من الخونة اللي بيبعتوا جوابات للإنجليز ويقولوا لهم على الأخبار جوه، وكانوا معروفين يعني وقتها. وبكده الإنجليز عقابهم هيكون لعملائهم مش لحد تاني، مفيش كيد أكتر من كده. لكن في الآخر الإنجليز عملوا إنزال على النيل واقتحموا جمهورية زفتة وأنهوا الأسطورة دي تماما، وطلبوا تسليم يوسف الجندي. فأعضاء لجنة الثورة طلبوا منه إنه يروح لمكان الإنجليز ما يعرفوهوش، وفعلا راح يوسف على قرية مجاورة وهي قرية دماس. وللأسف الإنجليز قبضوا على أخوه عوض الجندي وناس تانيين من أعضاء لجنة الثورة كمان. ولما الإنجليز اتأكدوا إن عوض الجندي ما يعرفش مكان أخوه يوسف أفرجوا عنه. كان الاحتلال هيتجنن إنه مش عارف يوصل ليوسف الجندي، لدرجة إن الإنجليز أعلنوا عن مكافأة مالية لأي حد يقول معلومات عن مكانه. والنتيجة إن الأهالي تهربوا لعزبة سعد باشا في قرية مسجد وصيف، واللي استقبلتهم مين؟ طبعا صفية زغلول اللي هي أم المصريين، وخافتهم في أماكن مختلفة لغاية ما تم الإفراج عن سعد زغلول وأصحابه في 17 إبريل سنة 1919. بعد كده محمد يوسف الجندي بقى واحد من أهم الشخصيات السياسية وأعضاء البرلمان في مصر. اتجوز يوسف الجندي وخلف ولدين، الكاتب السياسي والاجتماعي أحمد يوسف الجندي وإسماعيل يوسف الجندي، وتسمى شارع على اسمه في منطقة القاهرة الجديدة وشارع بمنطقة باب اللوق بمحافظة القاهرة. وده طبعا تخليد لذكراه في مقاومة الاحتلال بفكرة بره الصندوق. وطبعا مش هننسى الدراما اللي جسدت نضال يوسف الجندي وهو مسلسل جمهورية زفتة، طبعا من إخراج إسماعيل عبد الحافظ وتأليف يسري الجندي. وقام بقى بدور يوسف الجندي الفنان كمال أبو ريا، وأخوه عوض الفنان محمود مسعود، وكان إنتاج سنة 1998. اتوفى يوسف الجندي سنة 1941 بعد تاريخ طويل من النضال، وأخوه عوض كان سنة 1964. وخلصت حكاية جمهورية زفتة اللي تعتبر واحدة من أهم حكايات نضال المصريين ووحدتهم وقت الخطر. الله يرحم كل وطني في كل زمان ومكان. كنت معاكم علا أبو السعدات وبرنامج عين.